الست اللي قدامك دي شفتها كويس. الست دي قتلت جوزها بمساعدة عشيقها اللي عاش معاه 10 أيام في الزنا وهو لابس نقاب. النهاردة أنا مش بتكلم عن جريمة عادية، إحنا بنتكلم عن جريمة، عن واحدة من أقذر وأبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ محافظة أسوان. جريمة ما فيهاش ذرة إنسانية ولا رحمة ولا حتى خوف من ربنا. بطلتها زوجة باعت العرض والأمانة، وعشيق بجاحته وصلت لمرحلة العقل البشري نفسه ما يستوعبهاش. بداية الحكاية، الأحداث دي بدأت لما جمال، راجل شقيان عنده 56 سنة وشغال غفر على الله كده في مدرسة فين في قرية تبع لأسوان. قرر يفتح صفحة جديدة في حياته، تمام. بعد ما طلق مراته الأولى اتعرف على نصرة اللي كان عندها وقتها 27 سنة. فرق السن، فرق الحياة، فرق الخبرة. لكن جمال كان راجل طيب طيب أوي. مرتبه كان متواضع بس كان بيعملها بحنية، ما بيبخلش عليها بحاجة أبدا، لدرجة إنه اشترى ليها بيت لوحدها بعيد عن أهله وإخواته عشان يريحها ويرضيها. ما كانش يعرف إن بإيده ده بيبني المكان اللي هيتقتل فيه. نصرة ما كانش صاينة الأمانة ولا البيت اللي اتفتح ليه. بدأت تخون جوزها مع سواق نص نقل شغال عند أخوها اسمه ماهر، وعنده في الوقت ده كان 28 سنة. العلاقة بينهم اتطورت وبقوا ما يقدروش يستغنوا عن بعض. يا لهو على الفجر. وهنا نصرة عملت خطة شيطانية، خطة إبليس نفسه ما تخطرش على باله. تخيل، أقنعت جمال إن عندها صاحبتها وجوزها بيضربها ومبهدلها وعايزاه تستخبى عندها كام يوم. تمام، جمال يعمل إيه؟ جمال بشهامة الراجل الصعيدي وافق على طول، وجاب لهم فراخ مشوية وفاكهة وخضار وكل حاجة عشان كرم الضيافة اللي اتربى عليه. ضيافة مراته ما كانش يعرف إن صاحبتها هي دي يبقى ماهر العشيق، بس كان فرق لابس نقاب متخبي في لبس. العشيق عاش في البيت مع جمال ونصرة 10 أيام كاملة وهو لابس النقاب. جمال كان بيشوفه ويفتكره ست غلبانة وبتصعب عليه، وماهر كان بياكل وبيشرب من خير جمال، وقعد يتجحد في نفس البيت وشايفه عيني عينك وعايش حياته الطبيعية 100%. والمصيبة الأكبر إن ماهر بدأ يتعامل كأنه صاحب بيت. إيه؟ ولما عرف إن نصرة مارست حقها الشرعي مع جوزها جمال، ضربها وهنها وعنفها وقال لها لو شفتك معاه تاني هتندمي. شفت الفجر وصل لحد فين؟ العشيق بيغير على الست من جوزها الحلال جوه بيته. جمال بدأ يزهق من وجود الضيفة. يوم لحد على الشغل الساعة 1 وهدد نصرة إنه هيطردها، تمام. هنا نصرة وماهر عملوا إيه؟ قرروا يخلصوا منه للأبد. الخيانة في أبها صورها. نصرة حطت لجمال منوم قوي جدا فين؟ في الشاي. بعد ما عشرته ليها وطمنته، وأول ما المنوم اشتغل ونام زي الخشبة، جابت الفوطة وساعدت ماهر خان جوزها بكل قوتهم لحد ما روحه طلعت. أبشع مشهد بقى وأبشع لقطة في القصة إنهم بعد ما قتلوه ما احترموش حرمة الميت ولا جللت اللحظة اللي هما فيها. نصرة وعشيقها مارسوا الرذيلة جنب جثة جمال وهي لسه ما سخنتش حد. وبعدها ابتدوا يفكروا هيتخلصوا من الجثة دي ازاي. احنا هنا كأننا مش بنتكلم عن بشر لكن حيوانات بشرية.
اتجردت منهم كل معنى كلمة رحمة. بالليل نقلوه في عربية نص النقل وودوه أوضة الأمن في المدرسة اللي شغال فيها. تمام تمام. عشان إيه؟ عشان يبان إن الوفاة طبيعية. حلو كده، حلو. لكن الطب الشرعي كالعادة قال كلمته اللي هي جمال مات مخنوق. لما رجعوا كاميرات المراقبة جابت ركبتهم وصورت العربية وصورت الست المنتقبة وهي داخلة البيت، وما خرجتش غير بعد 10 أيام. وبالضغط على نصرة، إنها اللي إحنا عارفينها، انهارت واعترفت بكل حاجة. النيابة وصفتها إنها شيطانة في صورة بشر. المحكمة قالت إنها لم تجد ذرة رحمة واحدة تستوجب الرأفة. وتم إحالة أوراق نصرة وماهر إلى مفتي الجمهورية. وبعدها صدر الحكم يا إخواتي، اللي هو مفيش غيرها: الإعدام شنقا، علشان جمال يفضل ذكرى جميلة لراجل طيب مات ضحية شهامته وجدعنته. وتفضل نصرة وعشيقها درس قاسي لكل واحد يفكر يغدر ببيته وبناسه وبعرضه. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت بتعجبك النوعية دي من القصص. فكل اللي عليك اشترك في القناة. اللغز الأخير، أخوك محمد موافي.